السلام عليكم. أنا متعود نكلمكم في السياسة والبوليتيك وما شابه ذلك. والله لكن كي نشوف ظلم عيب يلزمني نتكلم. تفرجت في المقابلة نتاع سوبر التونسي، كأس السوبر التونسي اللي يسوى مام با 30,000 دولار، تقريبا ما يعادل 70-80 مليون تونسي. والله حرام، والله حرام 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 وظلم. الملعب التونسي نورمالمون هو الفائز، لكن للأسف الشديد مع كامل احتراماتي طبعا لجمهور الترجي الرياضي التونسي، لكن للأسف الشديد من جمهور الترجي الرياضي التونسي الراجل اللي يحب الحق يقول انه الماتش تسرق. من شكون؟ من الحكم. يعني نحكي لكم عن الحكم يا جمهور الملعب التونسي. الحكم خوه يخدم في ديليس مع حمدي المدب، حول ولا قوة الا بالله. سون فرير يخدم مع حمدي المدب في ديليس، اوكي. هذاك علاش سايب لهم الماتش. جامعة تونسية كرة قدم نورمالمون تتحرك، اتعمدوا باش ما يخدموش بالفار، وبالله توا هذايا حمدي المدب اللي يبيع في الياغورت بجيلاتين الخنزير، قابض من المقابلات اللي عملهم في الكوب دي موند، قابض يعني بما قيمة 170 بطولة تونسية و280 كأس تونسية وما يعادل 800 كأس السوبر. قبضهم وقت اللي مشى عملوا فسحة في الولايات المتحدة الأمريكية ولعبوا وخسروا بطبيعتهم، الناس كل تعرفهم باش يخسروا وروحوا. تو قبضت الفلوس هذيك الكل علاش توصي حمدي المدب وتبعث في رسالة انديريكتومون مع خو الحكم اللي يخدم معاك وتقول له قل له يسيب لنا الماتش، وخاف على اخوه لا يطردوا حمدي المدب وهتعمل ماتش. هيا وينهم؟ نقولوا لا حول ولا قوة الا بالله. والله يا شعب تونس، والله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، هزوا حلوا كعبة يوغورت متاع ديليس ما تلقاوهاش بجيلاتين الخنزير. انا مع السموني لطفي غرس، راهو توكلوا في ولادكم جيلاتين الخنزير. علاش؟ ربي حرموا